تنظيم القاعدة يجند مقاتلين في صفوف ثوار ليبيا. هذا ما أوردته صحيفة إل جورنال الإيطالية نقلا عن معلومات قالت إن أجهزة استخباراتية سربتها. بحسب ما ورد في الصحيفة فإن تنظيم القاعدة يعمل على تجنيد شباب وقيادة فرق من المقاتلين في صفوف الثوار الليبيين، حيث أن أجهزة استخبارات غربية تمكنت من رصد سلسلة اتصالات بين عناصر بارزة من التنظيم، منها اتصال بين أبو عبيدي وطاهر حسين طاهر الخضراوي الذي قاتل في الزاوية، وهو أحد المروجين للفكر السلفي المتشدد. وكان الخضراوي يريد أن يطمئن على عملية المعتقلين، وانتهت المكالمة معه بأن طلب من أبو عبيدي أن يحكم على الأسرى بإعدامهم برصاصة في الرأس. كذلك تم رصد مكالمات هاتفية أخرى لمراد موسى سليم زكاري الذي يعمل في المنطقة الجنوبية الغربية في نالوت، والذي أكد خلال المكالمة وصول مقاتلين من الجزائر تابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتضيف المعلومات أنه مع بدء الحرب في ليبيا وفي إحدى المنشآت النفطية في البريغا قتل عبد اللطيف الطرهوني الذي سبق أن شارك في حرب أفغانستان. أما في منطقة الزنتان فينشط القيادي مفتاح محمد العليم جلغم. وفي مدينة درنا التي تمثل حصن المتشددين فيعمل فيها اليوم على تجنيد الشباب إبراهيم سفيان، وهو أحد سائقي أسامة بن لادن سابقا الذي تم اعتقاله في أفغانستان في العام 2001 وأمضى فترة حكمه في غوانتنامو لمدة 6 أعوام. وفي درنا يتواجد كذلك بحسب المعلومات الاستخباراتية عبد الحكيم الحصادي المعروف بقائد درنا الذي كان قد أرسل مجموعة من المقاتلين للمشاركة في حرب العراق. وبحسب المعلومات الاستخباراتية فقد أطلق سراح الحصادي منذ أعوام بعد إصرار سيف الإسلام القذافي على إطلاق سراح 705 موقوفين من المتشددين التابعين لمجموعة الجماعة المقاتلة والإخوان المسلمين في ليبيا. سهام بن زموش، العربية.